بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض رز بلبن والقشطوطة، وهنحضر الأطباق بكذا طريقة. يلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا بخير. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. أول حاجة هنعملها في الفيديو هنعمل الاسبونج. نجيب ربع كيلو سبونج فانيليا، وهنحط عليه 4 بيضات ومعلقة ونص صغيرة محسن جل، نص كوباية مية وفانيليا. الاسبونج انا بزود عليه 3 معالق دقيق عادي، بيبقى هش وعيل، بيبقى طعمه حلو خالص. نضرب الاسبونج لحد ما يعلى، نحطه في صاج 30 في 40، ندخله في الرف الوسطاني في الفرن على درجة حرارة عالية. الفرن بيبقى ساخن قبله. بنسويه كويس كده وطلع من الفرن وبرد كمان. هنبدأ بقى نجيب صينية، هقشر الاول الوش، هشيل الوش الاول. الرقة دي بتبقى طعمها وحش فلازم تتشال، تطلع بكل سهولة. بعد كده هجيب صينية ونحط فيها الاسبونج، ده اللبن ده انا كنت حاطه عليه سكر، معلقه كريم شانتيه، معلقه نوتيلا بيضه، معلقه قشطه، والسكر حسب الرغبه. بعدين سقيت بالاسبونج على حسب ما يبقاش كتير قوي ولا قليل قوي، يبقى في المظبوط. بعد كده بدخله في التلاجة يجمد شويه. هنا بقى ضربت الكريمه، حطيت كوبايه كريمه عليهم كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، والسكر حسب الرغبة، وحط عليهم معلقة قشطة لأن اسمها قشطوطة، ومعلقة نوتيلا بيضة، وفانيليا. هنا ضربتها بلبن مش بمية عشان يبقى طعمها غني. بعد ما طلعتها هنا من التلاجة احط على وشها الكريمة. والله يا جماعة كانت افضل بكتير واطعم من بتاعة المحلات بسبب القشطة واللبن. كنت عاملة بلبن جاموسي. ببدأ اسوي الوش بتاع القشطوطة. ببدأ بقى احط الكراميل ده عبارة عن جيلو كراميل، وكنت عاملة عليه مربى حليب، بس مربى الحليب الاول ده وبتاع المية الاول. بعد كده حط عليها جيلو كراميل وحط على الوش عشان يدينا اللون الغامق ده. هبدأ احط عليها بقى خطوط نوتيلا واعملها، بس هنا مبانش في الكاميرا. هنا بقى جبت اللبن، كيلو اللبن بقى عليه نص كوباية رز. غسلت الرز كويس قوي وحطيته على اللبن، وبزود اللبن ميه عشان يسوي الرز لان اللبن لوحده ما بيسويش الرز. وحطيت قشطة مع اللبن، هسيبه هنا يغلي بتاع 10 دقايق ربع ساعة، وهطفي عليه. وبعد ما يغلي هطفي عليه وهغطيه واسيبه ساعة. ده بعد ما طفيت عليه وخلصت وغطيته ولعت عليه تاني بالنظام ده. كده هو استوى والرز ملى الحلة وبقى كتير. هبدأ بقى احط له سكر. السكر برضو حسب الرغبة، يعني السكر هنا مش بكمية محدودة، حسب الناس ما بتحب.
بحط عليه معلقتين كريم شانتيه، معلقتين لبن بودر، الحاجة اللي انت حابة تحطيها. برضو بحط قشطة برضو الكميات اللي حضرتك تحبيها. هنا الرز مع اللبن تماسكه مع اللبن، مش الرز بينزل، مش اللبن بينزل لوحده ويسيب الرز، الاتنين مسكوا ببعض. دي معلقة نشا مع نص كوباية مية، واقلبهم كويس واسيبهم يغلوا كويس على النار. هو كده الرز غلى، تقل، بقى تقيل في اللبن. بيغلى ونسوي بقى النشا. طبعا هنا كده كنت حاطط له المكونات بتاعته. هنحط فانيليا. هنا الرز ما بيبقاش ناشف قوي، بيبقى سايل، بعد كده هو بينشف بيمسك في بعضه زي المهلبية. هبدأ احط هنا في الاطباق بتاعتي، ده ساح فشلته، استبعدته خالص. لو بقى في معلقة سمنة بلدي بحطها على الرز بلبن ده وهو بيغلي في اخر غليان، بيبقى طعمه لذيذ. هبدأ احط في الاطباق بتاعتي، هوزع فيها كده بالنظام ده واسيبه يبرد خالص. اهو سايل خالص اهو، بس في نفس الوقت ماسك في بعضه، يعني الرز مش سايب اللبن ولا اللبن سايب الرز، ماسكين في بعض. ده هبدأ احط بقى القشطة بعد ما بارد الرز بلبن نهائي. هبدأ احط القشطة، طرية خالص، كانت بتتعامل معاه بالراحة خالص. كنت بحط القشطة على حسب الطبق اللي انا بحط فيه، يعني الاطباق ما كانتش كبيرة قوي. ده كان سبونج آه عادي، ما كانش محطوط على اللبن زي القشطوطة. هبدأ احط عليه بقى كريمة، واسويها بقى بالاسباتيولا واحط عليها الكراميل. ممكن نحط عليها نوتيلا او جيلو شوكولاتة، ممكن جناش على حسب الطعم اللي تحبوه، ممكن لوتس. ده جيلو شوكولاتة بعد ما حطيت الكراميل. هبدأ بقى احط فاكهة. ده كان سادة، كنت عاملاه كده عشان احط عليه مكسرات. وده ابدأ احط بقى ايه فاكهة، وده مكسرات. طبعا التليفون المساحة بتاعته بايظة خالص. وده طبق كنت حاطة عليه بقى إيه بسبوسة وقشطة وايس كريم وفاكهة برضو. طبعا ده كله اعذروني فيه لان التليفون بتاعتي مساحته قليلة خالص فبيفصل مني. كده زودت الاطباق اهو اشطوطة. ده كان فاكهة خالص.
بتمنى منكم تدعموني بلايك واشتراك. ده كان في واحد بمكسرات وفي سادة. بتمنى الفيديو يعجبكم. كده كله واضح. باي باي.